ننوه إلى الخبر العاجل. إذا مصدر ملاحي يمني يقول للجزيرة إن قوات أنصار الله الحوثيين تجبر سفينة حاويات كانت متجهة إلى إسرائيل على تغيير مسارها. وكانت شبكة ABC الأمريكية نقلت عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قوله إن صاروخا أطلق من منطقة يسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن أخطأ سفينة حاويات كانت تبحر في مضيق باب المندب. من جهتها قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن من يعتقد أنها جماعة أنصار الله الحوثيين طالبت سفينة شحن بتغيير مسارها والاتجاه إلى سواحل اليمن. وقالت إن السفينة التي ترفع علم هونغ كونغ وهي مملوكة لجزر مارشال رصدت سقوط صاروخ في الماء أثناء الإبحار شمال غربي المخا في اليمن. وأشارت الشركة إلى أن طاقم السفينة لم يصب بأذى. ومصدر ملاحي يمني يقول للجزيرة إن السفينة في طريقها للموانئ اليمنية. معنا لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. هذا الموضوع دكتور لقاء إلى أين يتجه فيما يخص باب المندب المضيق المهم والبحر الأحمر؟ طبعا نجاح الحوثيين اليوم في إجبار سفينة الحاويات على العودة أو على عدم كمال مسارها باتجاه إسرائيل هو نجاح آخر. ولا ننسى أن هذه المرة الصاروخ سقط، نعم لم يصب السفينة لكن سقط بالقرب منها، ولم يسقط من قبل البوارج الحربية أو السفن الحربية الموجودة في المنطقة كما حصل يوم أمس. هذا معناه أن هناك صواريخ، هناك طائرات مسيرة من الممكن أن تتجاوز قدرات الدفاع التي توفرها الجيوش أو السفن البحرية الحربية في المنطقة، ويمكن أن يصل إلى أهدافه. هذه المرة أخطأ، مرة الثانية قد لا يخطئ. بالتالي هذا يعطي إشارات إضافية إلى أن العملية أصبحت من الخطر بمكان بحيث يمكن أن تمنع فعلا السفن التجارية من المرور عبر البحر الأحمر أو من مضيق باب المندب، وبالتالي أن المرور من هذه الأماكن أصبح محفوف بالمخاطر وغير ممكن من الناحية الاقتصادية. هذه المنطقة أصبحت عمليا يعني أنت الآن دكتور إذا كانت لديك سفينة ربما لن تتخذ قرارا بأن تذهب في هذا المسار، لأن هذا الأمر خطر على السفينة وعلى ما بها وعلى من بها. ليس فقط إذا كنت مالك للسفينة، حتى شركة التأمين الآن لم تعد مستعدة للتأمين على السفن على الأقل متجهة إلى إسرائيل حتى هذه اللحظة. من يدري، ربما في المستقبل القريب إن اشتد الوضع ربما يشمل الأمر جميع السفن المارة عبر المضيق. لذلك أعتقد أن الأمر فيه تصعيد، وأيضا فيه إعطاء نمط من المصداقية للتهديد. حتى يوم أمس كان هناك كلام عن أن السفن الحربية الفرنسية أو الأمريكية والآن الإسرائيلية بدأت تتجه إلى هناك، ربما توفر حماية من الصواريخ القادمة من اليمن أو من الطائرات المسيرة. لكن كما رأينا اليوم يعني هناك صواريخ تسقط، صحيح هي ليست دقيقة. هل تعتقد أنه ربما تتخذ خطوات فاعلة لمنع الحوثيين مما يقومون به أو يعني لتشكيل حماية لهذه السفن؟ حتى الآن كل المتوفر هو عند الولايات المتحدة وما تقوله هو عملية الدفاع عن السفن من خلال إسقاط الصواريخ والمسيرات، ولكن ليس هناك عملية مبرمجة للهجوم على الحوثي. وبالتالي هذا الأمر حتى إن توفر التحالف البحري الذي تريد الولايات المتحدة وقالت أنها ستنشئ، أعتقد أنه الأمر سيطول لن ينشأ فورا. بالتالي هذا الأمر سيستغرق الوقت الكافي لإعطاء الحوثي مصداقية في قطع المضيق. ربما يتم تحريك جبهة اليمن بشكل ما، لكن كل هذا لن يوقف استهداف السفن. سيجري استمرار إغلاق المضيق نسبيا بهذه الطريقة والسيطرة عليه والتأثير على حركة التجارة العالمية لفترة مقبلة. في يعني إذا كان بالإمكان في أقل من دقيقة، هل تعتقد أن الحوثيين سيصعدون أكثر وبأي اتجاه؟ إن تعرضوا إلى ضربات
انتقامية من قبل أي طرف، لا سيما الولايات المتحدة أو حتى إسرائيل، ستزيد المطالب، بمعنى يرتفع السقف الحوثي ربما ليشمل جميع السفن المارة عبر المضيق، وهذا سيشمل أو سيؤذي جميع الدول الغربية والشرقية، يعني التجارة ما بين الشرق والغرب في هذا المضيق. نعم. شكرا جزيلا لك الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات. مشاهدينا الكرام، إذن تغطيتنا هذه مستمرة، ونشاهد هذه الخارطة للمسار الذي نتحدث عنه في البحر الأحمر وتحديدا في مضيق باب المندب. نواصل تغطيتنا ويستمر معكم عبد القادر عياض. شكرا لك عثمان. مستمرون معكم في تغطيتنا الخاصة في الحرب على غزة. كتائب القسام تعلن استهداف قوة إسرائيلية في حي الشجاعية وقتل ما لا يقل عن 10 ضباط وجنود، وتقول إنها دمرت 14 دبابة وناقلة جند في محاور الاشتباك في القطاع. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة 36 جنديا في معارك بجنوب قطاع غزة، ويقول إنه يخوض قتالا شرسا في 3 محاور في القطاع. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على أحياء سكنية في خان يونس ورفح جنوب القطاع وجباليا شمالا. احنا حنضل ثابتين في أرضنا حتى الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. تقييم للاستخبارات الأمريكية يخلص إلى أن نصف الذخائر التي استخدمتها إسرائيل في غزة هي قنابل غير ذكية، وخبراء أمميون يحذرون من خطورة التهجير القسري في غزة. ووكالة الأونروا تقول إن ما يعيشه أهالي غزة من جوع وندرة مستلزمات الحياة أمر غير مسبوق. مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث في إسرائيل تحديد جدول زمني لإنهاء الحرب. نتنياهو يقول إن الضغوط الدولية لن توقف العمليات العسكرية، ويعرب عن أمله في التوصل إلى توافق مع واشنطن بشأن وضع غزة بعد الحرب. وإسماعيل هنية يقول إن أي رهان على ترتيبات في غزة دون حماس وفصائل المقاومة هو مجرد وهم وسراب. قوات الاحتلال تواصل اقتحام مدينة جنين ومخيمها، وتحاصر مستشفيات المدينة وتعرقل وصول الجرحى إليها. ارتفاع عدد الشهداء في المدينة إلى 12. أطباء بلا حدود تقول إن الناس يموتون في جنين بسبب منع الاحتلال وصولهم للمستشفيات. وجنود إسرائيليون يقتحمون مسجدا في جنين